التيرن ريت اولا السرعه باش الطياره تقدر تدور هو من المعطيات المهمه بزاف في البيرفورمانس الطيارات واللي كتاثر بزاف د العوامل في الكونسيبسيون اللي غنحاولوا نفهموها في هذا الفيديو. هنا غنحاولوا نشرحوا الانفلونس اولا كيفاش الطياره كتاثر بالفيراج كسوسوا من السرعه ولا الالتيتود اولا حتى المعطيات ديال المحرك وديال الايروديناميك ديالو. غنبغيكم تشوفوا 4 الحوايج مهمين. الاولى هي الاير سبيد عندنا 290، الالتيتود 12 بي، الموتور كيدفع حوالي 57% من الريجيم ماكسيمال ديالو، و لونغل داتاك اللي هو الزاويه ما بين الطياره وما بين السرعه ديالها اتجاه السرعه ديالها اللي هو عندنا هنايا 2 دوغري. غنكومونديو اون فيراج ونشوفوا شنو غيوقع لهاد المعطيات هادي. الفيراج غنبدل الهيدينغ باش الطياره تدور، دونك غنشوفوا هنايا بدات كتاخد واحد الباك انجل يعني الطياره كتميل. لونغل داتاك كان عندنا بجوج، حنا شفنا هنا بلي وصل ل4، والمحرك اللي كان في 57% حنا كنشوفوا بلي غادي كيدفع اكثر ل 63 62. هادشي ناتج على جوج حوايج. الاول هو الطياره في الفيراج كتاثر بواحد القوه ديال الدفع المركزيه اللي باش تفهموها اكثر هي مثلا في الطوموبيل فاش كتكونوا في ان فيراج فاش كديروا دوره كتحسوا بالطوموبيل كتدفعكم برا، يعني هي نفس القوه اللي كتاثر بها الطياره وكتخلي البو ديالها بحال كيتزاد اكثر، يعني الجناح كيولي خصو يدفع اكثر اولا يرفع اكثر باش يخلي الطياره ما تهبطش في الالتيتود ديالها، دونك كيطلع الاي واي باش يولد رفع اكثر. في المقابل ملي كيطلع الاي واي الحاجه الثانيه اللي كتوقع هي حتى القوه ديال المقاومه ديال الرياح يعني الدراغ حتى هو كيطلع، وهذا الشيء غيخلينا نخسروا الاير سبيد ديالنا. هادشي علاش الموتور كيدفع اكثر، شفناه بلي طلع من 57 حتى ل 63% ديال الانوان باش انه يكومبونسي داك القوه ديال المقاومه الزايده ويدفع اكثر باش ان الطياره ما تنقصش الفيتاس. وهكذا بفضل الاي واي اللي كيطلع باش يطلع قوه الرفع والموتور اللي كيدفع اكثر باش يقاوم المقاومه ديال الرياح الزايده كنكونوا درنا الفيراج التيتود اللي ما تبدلاتش وباير سبيد حتى هي اللي ما نقصاتش. هادشي كيكون عنده امباكت في الطيارات العسكريه اللي التيرن ريت عندها حاجه مهمه بزاف، يعني السرعه باش تقدر تدور دير الفيراج ديالها. الطياره اللي عندها تيرن ريت طالع كتقدر بالزربه تجي ورا طياره اخرى اللي عندها تيرن ريت قل، وهادشي كينفع بزاف في الدوك فايت باش ان الطياره تقدر تمشي ورا الطياره الانمي ديالها. هنا عندنا غرفه الطائره العسكريه اللي نقدروا نشوفوا مقارنه، يعني بالنسبه لهاد الطائره والطيارات العسكريه كاملين مقارنه مع الطائرات المدنيه لي زونغل باش كدور كتكون صرع بزاف. هادشي ناتج على جوج حوايج، الجناح اللي كيكون كبير مقارنه مع الطياره يعني كتكون قادره تجينيري قوه رفع اكبر، ولكن الا جينا قوة رفع كبر المقاومة ديال الرياح حتى هي كتكون طالعة. وهنا فين كيجي الدور ديال المحركات اللي كتكون قوية بزاف مقارنة مع المحركات المدنية باش كنجيو نغابورتيو الوزن ديال الطائرة، وهادشي كيخلي الطيارة قادرة تقاوم لي اي واي كبار بلا ما تفقد الفيتاس ديالها. غنشوفو مثلا بالنسبة لان اكزومبل ديال لافو غنشوفو بلي كنقدروا نوصل دي زوايا كبار ديال 15 16، طوندي كو في ليكزومبل اللي شفنا قبل كنا فريمون كندورو حوالي 2 3 حتى 6. الجي فورس حتى هي يعني الرابور بين ديك القوه ديال الوزن الظاهري والوزن الحقيقي نقدروا نوصلوا لدي فالور اللي كبار مقارنه مع الطائرات المدنيه، يعني كنوصلوا حتى ل 7 8 9. وهذا الشيء كيبين بلي الطائرات مصممه باش انها دير هادشي كسوسوا ستركتور ديالها اللي قادره تحمل اولا حتى المحركات والجناح ديالها اللي هو قادر يدير هادشي. ما تنساوش تطرحوا الاسئله ديالكم في التعليقات اللي ما قدرناش نديطايوها بما فيه الكفايه في الفيديو، او دخلوا للديسكورد فين تقدروا تانتراجيو مع الكوميونيتي كامله وتسولوا على بعض الحوايج اللي ما فهمتوهاش. مع السلامه.